يعني بعض الامور اللي ما تقولهاش للزوج مباشره ولكن تدخل في مقارنات. يعني كانه هذاك الزوج يولي ما يشبعش حاجاتها العاطفيه، ولا هذاك الزوج تولي تشوف انها تستاهل ممكن زوج خير، زوج احسن منه. يعني هاد الامور هادو اللي احنا يعني نشوفوهم في الاستشارات. مثلا انا مؤخرا جاتني وحده في استشاره، هي طاقتها ذكوريه عاليه، انسانه ما شاء الله ناجحه يعني ما شاء الله قائمه بدور المراه ودور الرجل في نفس الوقت، سواء داخل البيت ولا خارج البيت. يعني قالت لي صراحه انا اليوم ما وليتش نحس بالامان مع زوجي. انا اليوم وليت نحس انه انسان سلبي في الدار، وكانه اله يروح يجيب لنا الدراهم ويعاود يولي. هكذا راني صراحه يعني صاحتني قالت لي هكذا وليت نشوف الزوج تاعي، وليت نشوف يعني ما نحسش، وكانه ما نحسش بالامان، وكانه ما عنديش راجل نتكل عليه. هذا الشيء علاش لحقنا لهذا الامر هذا؟ علاش؟ نعم، لحقنا لهذا الامر هذا لانه هي خدات كل المسؤوليات على عاتقها. هي مسؤوليه تربيه الاولاد، مسؤوليه المارشي، مسؤوليه يعني تدريس الاولاد داخل المنزل، مسؤوليه يعني نقدر نقول النيابة عن عمل الزوج دون وعي أصبحت دون وعي منها. أكيد نعم. دون وعي منها. لقات روحها في بداية الأمر قالت لك استمتعت، كانت مستمتعة، يعني تشوف روحها كما نقولوا بالعامية هي تحكم في الدار. قالت لك ولكن مع الوقت تعبت. يعني قلت لها يعني كما يقولوا لا غوسيت الي فاسيل، عودي لطبيعتك الأنثوية داخل يعني خارج المنزل. أنت امرأة ناجحة ما شاء الله، ما عندناش حتى إشكال. ولكن لما تدخلي للبيت عودي لطبيعتك الأنثوية. يعني على بالنا مني ماشي سهل، لأنه الزوج تعود على اتكالية، تعود أنه هي اللي راح تقوم بكل هذه الأمور. يعني العودة تكون تدريجية. العودة تكون تدريجية، ويعني الحمد لله يعني بعد مدة تحسن حالها. ما نقولوش يعني تحسنت الأمور 100%، ولكن قالت لي يعني بالعقل غادي رايحه ان شاء الله في الطريق صواب. قالت لك يعني الراحه النفسيه اللي حسيت بها لما عادت الامور الى طبيعتها، وين ولا الزوج يعطي ويستمتع بالعطاء. جيد. نعم. قالت لك وليت انا نروح ندخل يعني لما انا، وهذه دائما يعني نقولها اللي يتبعوني، نقولها يعني الزوج تاعك حتى كي يقضي لك يجيب لك كيلو بطاطا قول له يعطيك الصحه. المدح والتشجيع. نعم. المدح والتشجيع. نعم. قالت يعني هذه هي امور بسيطه يعني جدا، وانه المفروض انه زوج هذه الامور يعني يديرها كما نقولوا بلا مزيتو، لازم عليه يقضي ما يخليش ولاده للشر. ولكن يعني هي امور بسيطه اللي قادره على انه ترفع طاقه ذكوريه يعني بصفه يعني بصفه كبيره. دونك